ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. قبل ما نبدا في الفيديو يلا نبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو انت اول مره تشوفي القناه ما تنسيش بقى تشتركي عندي، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسوش اللايك. الفيديو النهارده جامد جدا جدا جدا. اخيرا هسافر. انا بجد مش مصدقه نفسي. اخيرا جوزي لقى يعني بقى عنده وقت ان هو يسافر وخد اجازه، فعلى طول قلنا يلا. فالنهارده فلوج السفر. النهارده اليوم هيعجبكم جدا ان شاء الله. كملوا معايا الفلوج كله، بصوا من اول اليوم لاخره. اولا ده كان الصبح لما نازلين خلاص، بس انا طبعا هحضر معاكم الشنطه وبعد كده بقى هننزل سوا. بصوا ده انا كنت جايبه السويت شيرت ده جديد عشان اروح بيه، ولبست عليه طرحه بيضه والنضاره وتمام كده تمام، يعني الدنيا تمام. قلت بقى انا بجد يعني نفسي اغير جو، يعني خلاص طهقت يعني. فاول ما جت فرصه بصراحه قلنا بقى نطلع كام يوم كده قبل المدارس عشان الدنيا تبقى لطيفه. دخلنا بقى كده. بصوا اول حاجه احنا الوقت ده كنا بالليل جدا، يعني كانت حوالي الساعه 11 بالليل 12 بالليل. انا جهزت الشنطه متاخر، بس حاجتي كلها جاهزه، يعني كل حاجه جاهزه، يا دوب على ان انا اشيل الحاجه بس في الشنطه. ده الكتافات بتاعت استاذ اياد، ودي بتاعت المايو بتاعي نزلت اشتريتهم. وجبت برضو شويه حاجات كده برضو للسفر. انتوا عارفين يعني السفر ده لازم قبلها ننزل نشتري شويه حاجات كده. وجبت الشنطه بتاعتي بقى كده وهحط بقى فيها الهدوم عشان هنمشي الصبح ان شاء الله. بصوا يعني انا اصلا يعني بقالي فتره كبيره نفسي اغير جو جدا، يعني خلاص زهقت فعلا طهقت. حاسه ان انا اللي ببات فيه بصبح فيه. فبصراحة قلنا نفسنا نغير جو كده ونشم هوا حلو، بالذات ان احنا دايما مصايفنا في الاوقات دي، يعني مثلا شهر 9 شهر 10. مش بنحب بصراحة نروح في وقت الصيف اللي هو الحر ده، لان اساسا ما بنستمتعش نهائي. اساسا الجو بيبقى نار والواحد اساسا وشه بيتسلخ اساسا، مش يعني الجو بيبقى صعب جدا. احنا بنحب نروح الدنيا بتبقى اولا هادية في الشهور اللي احنا فيها دي. ثانيا بيبقى الجو حلو، اللي هو هوا، يعني مش اللي هو شمس نار وتبقوا واحد بيتحمص هناك، لا. الجو اللي بيبقى لطيف ده بيساعد ان انت تنزلوا وتتمشوا وتروحوا وتيجوا. فالجو بصراحة ان هو بيشجع ان احنا ننزل. خلاص فقلنا بقى نروح كام يوم كده، حوالي 3-4 ايام اسكندرية نغير جو. بصوا يا جماعة اسكندرية دي بالنسبة لي العشق، يعني بالنسبة لي بجد بجد العشق. انا بعشق اسكندرية مهما رحت، يعني انا رحت حتت كتير جدا، وبرضه اسكندريه سبحان الله ليها يعني حته تانية كده في قلبي. يعني وانا رايحه كده ببقى مبسوطه ومنشكحه. ليه بقى؟ لان انا بقيت الاماكن اللي انا رحتها مثلا شرم الشيخ، الغردقه، مثلا تاني الساحل، الحاجات دي كلها بحسها ان هي مقفوله، يعني اللي هو او انا يمكن معرفش حاجات هناك مش عارفه، بس اللي هو بنروح الفندق نقعد ناكل ونشرب ومش عارفه مش بنعرف بقى ننزل نتفسح. لازم يبقى دايما معاكي عربيه والكلام ده. لكن في اسكندريه مواصلاتك موجوده بقى، ومشروعك موجود، وتكاستك كل حاجه موجوده، والتكاسي والاتوبيسات وكل حاجه. فبتعرفي ان انت تتحركي عادي كانك في القاهره. بس اسكندريه حلاوتها بقى انها منظمه جدا جدا. مفيش هناك بصراحه ما شفتش عشوائيه خالص. الدنيا منظمه جدا وجميله. انتوا هتشوفوا الدنيا بجد بجد منظمه ونظيفه. فعشان كده انا بحب البلد دي يعني، وبحب اروحها وبحب كل حاجه فيها، بحرها بقى وكل حاجه. بصوا هي رصيت الشنطه، وده السويت شيرت بتاعي اللي جبته. وده جبته بحوالي 150 جنيه بصراحه، عجبني جدا، حسيته كده مرحرح كده وخفيف ينفع ان انا اسافر بيه. وجبت الاستاذ اياد طبعا ما نسيتهوش، جبت له التيشيرت ده عليه ديناصور، هو عجبه جدا. ويبقى كده تمام. حضرت بقى الحاجه بتاعتي بقى، الشامبو والفرش والمعجون الاسنان والفرش الاسنان اللي هو كل حاجه. وخدت كمان معايا الشفرات اللي هي الشيفنج دي. وجبت وخدت الشاور وخدت اللوشن. بصوا خدت كل حاجه بتاعتي. وكمان خليت جوزي وهو جاي يجيب لنا جبن، عشان بصوا بقى الجبن دي والله يا جماعه لازم وانتم مسافرين تعملوها. لو انتم مش تعملوا اكل، انا بصراحه كل مصيف بعمل اكل، قلت المره دي مش هعمل اكل خلاص، انا هروح اتدلع. فخليت جوزي بس جاب كده لانشون وتركي، وجبت كمان جبنه رومي. قلنا ان هو ونجيب فينو. ولما نوصل بقى، لان اول يوم ده مش هنلحق الفطار، لان احنا هنوصل يعني حوالي هنستلم الاوضه الساعه 12، فهيبقى الفطار طبعا راح علينا.
او مش راح علينا، هو ملناش اول يوم ده فطار، احنا لينا في بقيه الايام. الفطار بيبقى من الساعه 9، من الساعه 8 لحد الساعه 10. الحاجه اهي جهزت، يلا بينا بقى عشان ننزل، وشنطنا جهزت، يلا بينا بقى كملوا معايا الفلوج. كنا بقى هنا خلاص وصلنا اسكندريه. بصوا اول ما يعني بصوا احلى لحظه في اي حته لما بسافر فكره ان انتوا تمشوا كده في الشوارع وتلاقي البحر في الوش. اسكندريه دي يعني من وانا صغيره اللحظه دي بحبها قوي قوي، اللي هو نبقى ماشيين كده بالتاكسي بقى نلاقي البحر في وشنا. ده الفندق اللي احنا نزلنا فيه، الفندق ده يعني تقريبا ده ارخص فندق شفته وحلو جدا جدا بصراحه، ده رايي، ولسه كمان هقول لكم رايي بالتفصيل. ده فندق كليوباترا في اسكندريه على الكورنيش. ده انا يعني شفت صور ليه وحاجات كده، فعجبني ان هو على البحر. طبعا هقول لكم رايي فيه بالتفاصيل وكل حاجه. بصوا استاذ اياد بقى هنا كنا قاعدين لسه داخلين بقى بنشوف بقى يعني بندفع وبنكتب بقى بياناتنا ونحط البطايق والكلام ده، وبصراحه كنا خلصانين بقى من السفر، فيلا بينا بقى نطلع الغرفه واوريكم بقى الغرفه بالتفاصيل بكل حاجه. وكمان هقول لكم عيوب ومميزات الفندق، كل حاجه هقولها لكم للي حابب ان هو يغير جو يومين او حتى لو السنه الجايه براحتكم. انا برضو بديكوا جوله في الغرفه بتاعتي وهقول لكم رايي الشخصي في الفندق، يعني ده رايي الشخصي. خلاص دي الدخله بتاعه الفندق. مبدئيا كده الفندق سعره ايه؟ سعر الغرفه في اليوم مع الفطار اوبن بوفيه ب 700 في الايام العاديه، بس من ايام السبت لحد الثلاث بكام؟ 590، يعني 600 جنيه. خلاص، وده بصراحه ارخص سعر شفته. وبرده هقول لكم انا كنت بنزل قبل كده بكام وكل حاجه يعني، فبالنسبه لي السعر ده بصراحه حلو وارخص حاجه تقريبا شفتها، وبالذات ان الايام دي الدنيا هاديه فتمام. بصوا اول ما بندخل كده من الاوضه التواليت بيبقى على ايدينا اليمين كده، وبعد كده الغرفه عباره عن ايه؟ هوريكم بس الاول حاجه التواليت. بصوا هو حمام يعني ما فيهوش اي افتكاسه، ما فيهوش اي حاجه، هو بصراحه نظيف. قبل ما بتستلمي الاوضه بيبقوا منظفينها لك كويس جدا جدا ومعقمين لك الدنيا وبيغيروا لك الفرش بتاع الاوضه. يعني انا دخلت بصراحه لقيت الدنيا نظيفه، وكمان بيحطوا لك مع الغرفه صابونه وكيس كده شامبو بس كده وازازه ميه. يعني اول ما دخلنا لقينا كده، بس هي مشكله في حاجه مفيش كاتل، فاحنا بقى هقول لكم احنا عملنا ايه. فدي كانت انا كنت هجيب الكاتل بتاعي، بس بصراحه يعني كبير، انا الكاتل بتاعي ازاز فمش هينفع معايا خالص ان انا ايه اخده، فجوزي يعني ايه راح اتصرف كده في حاجه ينفع ان احنا نستخدمها. وفي هنا دش بص الدش ده جميل جدا في ايه بقى؟ ان انت ميه سخنه بقى براحتك، ولا سخان ولا اي حاجه، على طول ميه سخنه وساقعه. وحاطين كمان هنا بتاعه مناديل فوق برضو التواليت، ودي الاضاءه والدنيا هنا ده الحمام. هنشوف بقى بقيه الاوضه. بصوا يا جماعه احلى حاجه في فنادق اسكندريه الفيو، يعني احلى حاجه في الفنادق هي فكره الفيو. الغرف كويسه ما فيهاش اي حاجه بصراحه، ما شفتش حاجه وحشه يعني، لان انا شفت ريفيوهات ان الناس كلها بتقول فندق وحش وسيء بصوا هو بالنسبه لسعره هو حلو جدا، يعني هو هايل بالنسبه لسعره بصراحه، يعني بالنسبه لسعره هايل. احنا بناخد الشقه ب 800 وانت فوق، يعني 800 900 1000 1200 دي سعر الشقق اللي على البحر. خلاص
فبالنسبه ان انت تدفعي 600 جنيه في فندق وفطار وفيو على البحر، انا شايفه ان هو بصراحه سعر لقطه وجميل جدا للاسره مثلا اللي هي عندها طفلين مثلا، او واحده وجوزها وطفل، هيبقى لطيف جدا. وهنا الدولاب اهو صغير كده ولطيف، تحطي بقى فيه شماعات، فيه كل حاجه. هو ده الدولاب. وفي تكييف طبعا، كان ماركة كارير. بصراحة التكييف اصلا يعني احنا بنشغله بنتلج، فما كناش بنشغله اصلا خالص، وانتوا عارفين ان انا اصلا ما بحبش التكييف. كان جوزي بيشغله شوية واقول له اطفي هموت هتلج، رجلي بقت متلجة. بصراحة الأوضة مش محتاجة اصلا تكييف، الجو حلو جدا، هوا اسكندريه والبحر في وشك كده، ريحه الهوا كده منعش منعش، مش محتاج اصلا ولا تكييف ولا مروحه ولا اي حاجه. وشاشه هنا محطوطه برضو، الشاشه لطيفه برضو، حوالي 32 بوصه كده. وحاطين هنا تلاجة، دي فريزر صغير يعني، ماركة بيكو تقريبا، ماركة بيكو، بيسقع حلو جدا جدا. يعني انا اصلا يعني ماركة التلاجة دي ما مش منتشرة قوي، بس بصراحة حلوة قوي ماركة بيكو دي، جميلة. دي بقى بنحط فيها بقى المية براحتنا، وفي طبعا باسكت هنا وباسكت جوه في التواليت، وازازة المية دي جاية برضو مع الغرفة. وكنا بقى قلت اديكوا كده جوله في المكان قبل ما افرش اي حاجتي ولا حتى غير هدومي. والله قلت ايه، نخلي الاوضه كده مزهزهه كده بنظافتها، اوريها لكم قبل ما استاذ اياد يوقع لنا السقف كده على الارض، انتوا عارفين يعني. وحاطين هنا كومودينو، وبصوا بقى الفيو الرائع، شايفين الجمال. وهنا حاطين ترابيزه وكرسيين وطفايه. ده منظر البحر يا جماعه، شايفين الجمال. بصوا انتوا مش محتاجين اي حاجه غير كوبايه الشاي بلبن ولا نسكافيه، وتقعدوا على البحر، ولا تنزلوا ولا تروحوا ولا مش عايزين حاجه، احنا عايزين نقعد على البحر بس. برضو بوريكم، بصوا الفندق جايب من فين لفين، كل الكورنيش انت شايفاه، كل المساحه دي انت شايفاها، يعني كل ده، يعني بجد المنظر روعه روعه. وكمان احنا واخدين الغرفه فين، في التاسع، يعني ربنا معانا فوق. وكمان المطعم اللي هنفطر فيه فين بقى، في ال12. ربنا معانا فوق بقى بجد، وفيو بقى، وبرده المطعم بانوراما على البحر، رهيب رهيب طبعا. ودي الستاير بتاعت الأوضة، هي الأوضة بصراحة لطيفة يعني. وده المنظر بتاع الفيو، برضو قلت اوريهولكوا عشان دي اهم حاجة، يعني اهم حاجة بالنسبة لنا بصراحة الفيو. انا بفتح الأوضة شفت البحر قلت الله انا مبسوطة، مش عايزة حاجة تانية. بس المنظر بصراحة جميل، والجو حلو قوي قوي قوي. لو انت اسرة مش لسه مش في يعني اطفال، مش في اطفال لسه هيروحوا مدرسة او حاجة، اخطفي كده يومين في الجو الرائع ده. وكمان الدنيا بجد بجد هادية في المنطقة اللي احنا نزلنا فيها، ناحية الكورنيش دي هادية، وبقى ناحية كوبري ستانلي بقى والحتة اللي قدام دي زحمة، وخالد بن الوليد والحتة دي زحمة شوية، غير الناحية دي يبقى العصافرة وناحية خالد بن الوليد والحتة اللي هي القدام دي زحمة جدا. لكن احنا يعتبر لسه، يعني احنا في بداية لسه اسكندرية خلاص، فعشان كده الدنيا لطيفة. بصوا هنا كنت بوريكم ان انا مبسوطة جدا من منظر الفيو، المنظر لطيف جدا. وكنت بص على قد التعب اللي انا كنت تعبانة بجد، ما كنتش نمت اصلا غير تقريبا ساعتين بس، كنت مرهقة جدا، بس منظر البحر نساني بقى اي حاجة بص مضايقاني، اي حاجة نوم، صداع. بص انا كان ماسكني اصلا صداع من اول ما وصلت، مش سايبني. يعني انا لما من النوع اللي انا النوم عندي بيبقى مش متظبط، يعني مثلا اليوم ده انا ما نمتش، انا طول اليوم بنظف، وقبلها بيوم بنظف، ونزلت اشتريت حاجات، ويا دوب بقى سافرنا، نمت ساعتين بس، وجوزي كان بيتحايل عليا نمهم، لو ما كنتش نمتهم انا كان ممكن فعلا يا جماعه والله يغمى عليا في الشارع. يعني الحمد لله اللي هو زعق وقال لي خشي نامي، مش هتعرفي تركزي اصلا. فالحمد لله اللي خطفت لي ساعتين، ومع ذلك الصداع كان مش سايبني. بس بصراحه لما شفت المنظر بتاع البحر نسيت كل حاجه. بس يلا بقى نبدا الفلوج بقى بتاعنا، ونشوف هنعمل ايه في يومنا اللطيف ده. طبعا اول ما جينا قلت لكم اليوم ده مش هيبقى فيه فطار في الفندق، فهنبتدي بقى نعمل سندوتشات كده نفطر. كنا بقى جعانين جدا، يعني احنا كنا واصلين الفندق حوالي الساعه 12 واحده كده،
فكنا بقى خلصانين يعني، يا دوب بقى ايه هناكل. والجبن دي والله العظيم سندتنا جدا، يعني من اول يوم لحد اخر يوم مثلا نروح البحر بالسندوتشات، الدنيا لطيفه يعني. وجوزي نزل بقى جايب ازاز ميه معدنيه، لان ميه اسكندريه ما ينفعش تتشرب خالص، انتوا عارفين طبعا يعني. وجاب بقى الغلايه دي، هي كنكه كده والله اختراع. بص انا اصلا شفتها كتير وشفت، بس انا ايه عمري ما فكرت ان انا اشتريها يعني. بس هي جميله جدا يعني. حلوه ليه بقى؟ ان انت تروحي بيها بحر، بسين، اي حاجه، بجد 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 رهيبه رهيبه. كان ساعتها دي كانت ب 150 جنيه، وكان سبحان الله اليوم اللي احنا رحنا فيه ده عاملين اوفر عليها، خد جوزي جابها ب 80 جنيه. وجاب لنا بقى شويه قهوه على شويه نسكافيه، وهجربها طبعا معاكم واقول لكم رايي فيها. بص بقى انا حصل لي ايه بالبتاعه دي، انا ما كنتش لسه بقى فاهمه فيها يعني، مش فاهمه هي بتستعمل ازاي ولا ايه دنيتها. جوزي بقى هو اللي فهمني. حطيت بقى كده، قلت اعمل، مش فاكره ولا عملت نسكافيه ولا عملت ايه، وجاب نسكافيه وجاب قهوه. بصوا يعني هي جميله بصراحه، عجبتني جدا جدا. وهقول لكم برضو يعني مميزاتها وعيوبها وكل حاجه. بالنسبه لسعرها هي تقريبا ما فيهاش عيوب لان هي سعرها حلو قوي، 80 جنيه يعني. فحطيت بقى السكر كده في كوبايات، جوزي جاب سكر وشاي ونسكافيه وقهوه، عشان الايه كام يوم دول نقضيهم مشاريب، لان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا المشاريب بصراحه. فقلت اعمل له بقى كوبايتين نسكافيه بالبندق. بصوا بقى، هي انا كان مشكلتي معاها ان انا ما كنتش فاهمه ان انا اللي بفصلها. يعني انا كل الكتلات والحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده هي بتفصل اوتوماتيك لوحدها. دي بقى اللي انا ما كنتش فاهماها، ما اعرفش ده غباء مني ولا ايه، مش عارفه. فكنت بقى اسيبها بقى تغلي لغايه ما تفور وتقع هي ما طفتش ليه، البتاعه دي بايظه، روح رجعها. يقول لي الله يرضى عليكي، دي لازم انت اللي تفصليها. بصوا سايبها لغايه ما فارت. فدي بقى فهمتها متاخر يعني، لو سهيتي عنها دقيقه بس كده، دقيقه ايه ده، ثانيه بس تودي وشك كده الناحيه التانيه تلاقيها فارت. فهي عايزه تركيز شويه. انا هحاول اجيب منها بقى اللي هي بتفصل اوتوماتيك، يا ريت يبقى فيه بصراحه. يعني هي جميله وبتعمل وش في الحاجه وطعم الحاجه منها بجد روعه. بس هي المشكله بتاعتها هي ان انت لازم انت تفصليها بايدك، بس هي دي المشكله. ودي مش مشكله بالنسبه لنا لو ركزتي معاها خلاص يعني. وكمان غليت فيها اللبن. كان جوزي بقى فاكر ان انا هحط اللبن بقى ليا في الشاي بلبن بارد، انا ما بحبش الطريقه دي خالص. قال لي هتعملي ايه؟ قلت له ايه وايه المشكله، هغلي اللبن فيها برده فلقيتها برده غليت لي بصراحه اللبن. فبصراحه كانت حلوه جدا يعني. مسكت بقى عملت كوبايتين كده نسكافيه، ونقف نشربهم كده على البحر ونفطر بقى، عشان كنا فعلا جعانين جدا. بصوا النسكافيه طالع بوشي وجميل ازاي. بعد كده بعد ما فطرنا لبست بقى المايو بتاعي، ولبست عليه البتاع اللي هو اللي انا جبته، الشال اللي عليه ده، لقيته بجد لطيف جدا ومحتشم والدنيا تمام يعني. ده حلو قوي ان انت تقعدي بيه على البحر، وبعد كده ايه تقلعيه وتنزلي بقى بالمايو بتاعك العادي. بصوا بقى كوبايه النسكافيه كده قبل نزوله البحر دي مهم جدا تفوقوا. انا برضو حتى البحر بننزله وقت يعني لما الشمس تتكسر شويه، يعني على الساعه 4 كده. مش اللي هو بصراحه انا ما بحبش اروح مكان تبقى الشمس مولعه وانزل وعادي، لا مش من النوع ده. يعني بحب ان الشمس تبقى على داخله على المغرب كده، بيبقى بصراحه الجو فيها الطف وجميل يعني. وكوبايه النسكافيه او الشاي بلبن والله يا جماعه على البحر ليها طعم تاني. فكره ان انت بتصفي دماغك دي اتصفت خالص، وما بقاش فيه عارفين تفكير في اي حاجه اصلا يعني. نزلنا بقى، كان جنبنا اقرب حاجه لينا شاطئ 26 يوليو وشاطئ تاني اسمه السرايا، هم دول الاتنين اللي نزلنا فيهم بصراحه. 26 يوليو هو لطيف جدا وطبعا نظيف جدا، بس هو غالي شويه يعني. هو بكام يا رب اللهم صل على النبي، حوالي 100 جنيه 100 جنيه الفرد. فحاسه ان هو غالي شويه. اسمه ايه ده تبع الجيش، بس انت لو معاكي كارنيه تقريبا الجيش او حاجه كده يعني بيتعمل لك خصم تقريبا 50%. فبالنسبه لنا ان احنا بدنيين فبندفع 100 جنيه للفرد، وهو نظيف جدا بصراحه. في شاطئ تاني رحناه اسمه السرايا، هو مش قد كده، مش زي طبعا ال 26 يوليو نهائي، بس برضو حلو جدا يعني لطيف. والدخول بحوالي بتدفعي حق الكرسي بس 5 جنيه تقريبا. فكان رخيص قوي، فرق في السعر رهيب يعني. بتدفعي 20 جنيه وده بتدفعي 100 جنيه 100 جنيه يعني 200 جنيه. فانا برضو بقول لكم الاسعار للي حابب ايه يروح. كنت هنا بقى وقفت كده تحت، اول ما رحنا الشاطئ حطيت رجلي على طول.
بعد كده نزلت البحر شويه وطلعت اياد بقى. اضحكوا ضحك. بصوا واروح اجيب لي بقى، اجيب كتافات ومايو والبورنس نطلعه ونحطه في الشنط وفاكرين ايه استاذ سمكه نازل البحر، لقيناه خاف ولا قاعد جنبي بيزقني بيقول لي اسكتي ما تقوليش عليا كده. فضحنا على الشط. والله لا اقول ده انا مشحونه. طب خلاص مش هتكلم. ماشي. ولا رضي يا جماعه ينزل وقاعد ياكل الشيبسي ولا كأن في اي حاجه. يا ابني اللي يهديك يرضيك، يلا ننزل نبلبط قاعد طول كل شويه بابا وديني البحر، عايزه اصيف انا عايزه اصيف. نروحنا ما شفتش رجله حتى نزلت في البحر، رجله خدته بالعافيه وشدته ودخلته، فرج عليا الشط من اوله لاخره، بيقولوا دي خاطفه الواد وهتروح تغرقه في البحر. فضحني والله العظيم فضحني. هو ده اخره بول كده او بسين وشكرا، مش اكتر من كده. بعد كده بقى كنا عملت سندوتشات طبعا على البحر، عشان يا جماعه البحر لما تنزليه كده وتطلعي بيجوع جدا. فجبنا شويه شيبسي وازازه فيروز، وجبنا كمان عملت سندوتشات جبن وقعدنا بيها على البحر. وطبعا المنظر لطيف جدا والجو حلو قوي قوي قوي، والميه كانت تحفه. يعني انا ما نزلتش كتير بس بجد الجو رهيب. يعني هو غطس كده وطلعت بصراحه، ما قعدتش كتير يعني. برضو فكره ان انت تنزلي، يعني انا بالنسبه لي اقعد قدام البحر احسن بكتير ما انزل، بتبهدل بقى رمله بقى وبهدله. بنزل شويه وخلاص. فهو بجد كفايه بس منظر القعده كده، تقعدي انت وجوزك كده وابنك تستجموا. بصوا بقى كنت عايزه اقول لكم ايه، احنا هتقضوا معايا المصيف كامل. مش هغيب عنكم دقيقه، يعني كل يوم ان شاء الله في المصيف هتقضوا معايا يوم بيوم اهو، بخلص ومنتج لكم وانزل لكم على طول عشان تقضوا معايا الايام اللي انا هقعدها ان شاء الله. بصوا بقى الواحد بقى بيستجم كده على البحر بجد يعني تحفه. بصوا منظر الميه وانت بقى حاطه رجلك كده في الميه، حاجه كده خطيره. قعدت بقى اتمشيت كده، قلت بقى ايه اتمشى. انا بحب قوي الخط بتاع الميه وانت ماشيه كده، بيبقى لطيف. وحاطين كده صخور برضو مديه منظر حلو قوي. وبقى كل ما تمشي بقى تلاقي كافيهات كتير على البحر. الكافيهات اللي على البحر بجد المنظر بتاعها جميل جدا. كان بص الوقت ده يعني خلاص كده داخلين على المغرب، فالشمس بتبقى اتكسرت وبيديكي بقى شكل الغروب كده. انا بحب قوي اللحظه دي بجد، يعني ما بحبش ابدا انزل مثلا الساعه 1-2 الظهر، استحاله، ببقى متضايقه جدا ومصدعه ومش قادره. فكنا قاعدين على البحر بقى، جبت كوبايه شاي بلبن. انا كنت شربت نسكافيه، وطبعا اساسي الشاي بلبن يعني في يومي. فبس هو ما عجبنيش قوي عشان الميه، يعني ما ينفعش ان انتوا تروحوا اسكندريه وتشربوا اي مشروب من اي حته، بتلاقي طعم الميه غريب مختلف، بيعملوا تقريبا ميه الحنفيه فتحس ان الميه مملحه شويه. فكان طعم الشاي مش يعني تحس ان طعم متغير. بس شربته يعني لان كنت بص مصدعه، الصداع ماسكني مش سايبني. بس لما يعني الواحد ينام ويصحى، انا بيحصل لي كده على طول، لما بنام واصحى والدنيا بتبقى حلوه يعني. فشربت بقى كوبايه الشاي بتاعتي، وكنت بص البحر فاضي وجميل ازاي. ناحيه اليمين في ناس نازله، بس انا ايه قعدنا بقى ناحيه الدنيا الهاديه دي اللي مفيش حد جنبنا خالص. وبعد كده هنشوف بقى هنروح فين. بص بقى احلى لحظه دي ان انت تغرزي رجلك كده في الرمله. كنا بقى خلصنا البحر بتاعنا، هنبتدي بقى كده نتمشى. انا احلى حاجه بقى في اسكندريه ان انت تتمشي كده وانت ماشيه، يعني تتمشي وانت ماشيه، خدتوا بالكم ان انت تتمشي. هتلاقي بقى كافيهات على مطاعم، وبصراحه انا ما فيش اكل باكله من هناك وغيره وبلاقيه تحفه. حتى الكشري رهيب، احلى من هنا برضو. مش عارفه في ايه في المطاعم بصراحه، يعني المطاعم والكافيهات وكل حاجه حاجاتها رهيبه. فعلا اسكندريه حلوه في كل حاجه، يعني اذا كان في اكل ولا في تمشيه ولا في الفريسكا. يعني بصراحه البحر حلو يا اياد. والاسكندريه حلوه. عادي اصحابي انا رايح البحر، القطه اللي على البحر مغني من البحر.
انتوا طبعا ما فهمتوش اي حاجه لان انا كمان ما فهمتش. بس قعدنا بقى نتمشى وقلنا هناكل النهارده، انتوا هتشوفوا هناكل ايه. يعني اساسي احنا اساسا يعني احنا يعني اكلنا واحد حتى من بره، يعني هو لا اما مشويات لا اما كنتاكي لا اما كنتاكي لا اما يعني كده، هو ده اكلنا، مش اللي هو يعني اي مطعم كده بنجربه خلاص، لا احنا اصلا بنموت في حاجه اسمها كنتاكي، فحتى اسكندريه بنروح ناكل منها كنتاكي عادي جدا. فطلعنا بقى طلبنا كنتاكي، طلبنا الوجبه اللي انتوا عارفينها ان انا بحبها من هناك جدا. وهنا استاذ اياد كان بالمايو، وبص عامل لك فيها سباح المايو بقى والشوز بتاعته والبورنوس، واللي يقول كده يقول ايه ده دمر الدنيا في البحر. بيضربني مش عايزني اقول كده. جبت الوجبه اللي هي 9 قطع معاها 3 رز وكول سلو كبير وبيبسي وكل حاجه، بيدلعوكوا بال 200 جنيه 215. ده الفندق بقى من بره كده الدنيا بالليل، وفي كوبري مشاه هنا طبعا التعديه انت بتستني الدنيا بس الاشاره تحمر وبتبتدي تعدي عادي جدا. بصراحه الدنيا منظمه جدا، فاحنا مش بنحب ناكل في المطعم وبنحب ناكل في البيت احسن يعني. فجبنا الاكل وطلعنا الفندق اتغدينا بقى فوق. اهي البيبسي هوريكم بقى الوجبه، بجد كان طعمه رهيب رهيب برده يعني حلو قوي، حتى كنتاكي اللي في اسكندريه طعمه حلو قوي. معاه بصوا بطاطس كبيره و3 رز. الوجبه دي حلوه لو انتوا عددكم يعني 3 أو 4 أو 5 برضو تنفع. هي 9 قطع ماشي، عباره عن بطاطس و3 رز وكول سلو كبير و9 قطع طبعا زي ما قلت لكم، وعيش. انا بجيب لاياد قطعتين عادي مش سبايسي يعني، لكن احنا بنجيب كله سبايسي، بنحب السبايسي جدا لان هو مش حراق قوي، وبيديكي بقى كاتشب ومناديل وبيشيص عليك كده، بيروق عليكي يعني. وكان الاكل اخر عظمه والله يا جماعه، والله كان تحفه يعني. تعالوا كلوا معانا انتوا. بصوا انا بقضيكم معايا اليوم كانكم سافرتوا واتغديتوا كنتاكي وفطرتوا جبنه وقعدتوا على البحر وشربتوا النسكافيه، كانكم كنتوا معايا في السفريه، صح ولا لا؟ مش عايزين مني حاجه تانية. طاقه ايجابيه اهو كمان في اسكندريه. بعد كده بعد الاكل بقى قلنا كده نقعد بالليل كده في روقان، نعمل بقى كوبايتين قهوه نشربهم. بصراحه نفسي كانت تجرب القهوه باللبانه دي ولا الكنكه دي، مصممه انها لبانه، هنتها قوي والله. فقلنا نجرب سوا كده القهوه ونشوف ايه الدنيا بقى اخبارها ايه معاها. حطيت بقى لبن، انا هعملها باللبن، وحطيت السكر بتاعي وحطيت معلقتين بن، وبقلبها وافتح بقى الزرار بتاعها ده واسيبها لحد ما نبتدي تفور شويه، نقوم قافلينها على طول قبل ما تفور علينا. احنا اتعلمنا خلاص اهو. بصوا بتبداي بقى واقفه جنبها عشان ما تفورش وتبهدلك الدنيا كده. تمام اهي ابتدت اهي قربت تفور، بنبتدي بقى نقفل عشان الوش يحتفظ كده بالوش الجميل. وبعد كده بنبتدي بقى نصبها على طول. بصوا الجمال، روعه روعه والله العظيم، والوش بتاعها تحفه جدا وعالي وطعم البن مستوي وزي الفل. يا رب بقى النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوا بقيه الفلوجات بتاعتنا في المصيف. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. استنوني في فيديو جديد، ويلا باي باي.